عمرك سألت نفسك ليه البحر لونه أزرق؟ ومش دايما والله، ده ساعات بيبقى أخضر وأحيانا تركواز وساعات أسود مرعب. تاني يا مو أسئلة قبل النوم، تاني يا صديقي واسمع القصة. داخلين على الامتحانات وربنا يوفق الجميع، وإن شاء الله بعدها أكاديمية السباحة هتفتح وأكاديمية الغوص هتفتح والتدريبات لجميع الأعمار، رجال، سيدات، بنات، أولاد، أطفال. فإذا فرغت فانصب، اشتغل على نفسك وعلى ابنك وما تسيبش نفسك فاضي. نرجع لكلامنا واحب اقول لك المفاجأة ان مية البحر اصلا شفافة تقريبا. السر كله في الضوء وطبيعة الارض احيانا اللي عليها المية والعمق. ضوء الشمس فيه الوان كتير، احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق وبنفسجي. طب ليه ازرق؟ الشمس تنزل على المية والمية تبتدي تبلع الضوء واحد ورا التاني، الاحمر يختفي بسرعة ثم البرتقالي بعده الاصفر، لكن الازرق اكتر لون ممكن يروح. عشان كده لما تبص للبحر تشوف اللون اللي راجع لعينيك ازرق. طب ليه ساعات اخضر؟ هنا بقى ممكن يكون نتيجة لطحالب كتير زي البلانكتون. والتركواز يا سلام بيحصل لما المية يبقى عمقها قليل والرملة ابيض ولون المية وشمس تخليك تقول انا لازم انزل هنا على جنب اصلا. واسود بقى زي في العواصف والاتربه ساعات بتخلي البحر لونه غامق، وكمان ساعات الرمله بيبقى لونها اسود. زمان كان البحر ازرق طبيعي نضيف، بس دلوقتي في اماكن كتير بقت خضراء وبقت بقع للتلوث، واماكن سوداء بسبب الزيت والمخلفات. يعني اللون اللي انت شايفه في البحر ده مش دليل بس على الجمال، ده دليل كمان على حالة البحر عاملة ازاي. بس في الاعماق الكبيرة كل الالوان بتختفي، حتى الازرق وما بيتبقاش الا سواد. السؤال هنا ليك بقى صديقي، اللون الاحمر قلنا هو اسرع لون بيروح، تفتكر بيروح من اول 10 متر ولا 20 متر ولا 30 متر؟ اكتبوا لنا في التعليقات، هنبتدي الهدايا. دمتم سلام.